Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien, quand je dis que vous savez pas conduire, etc. J'ai vu pire que vous. Le peuple marocain. جزائرية تحكمت بعام ديال الحبس في المغرب، والسبب غادي يصدمكم. البارح المحكمة ديال مراكش حكمت على مواطنة فرنسية من أصول جزائرية وهي تيك توكر مشهورة بزاف وكلشي كيعرفها بعام ديال الحبس، والسبب هو أنها نشرات محتوى رقمي، مقاطع فيديو اللي فيها إساءة وإهانة للمواطنين المغاربة وقذف لمؤسسة عمومية كيأطرها القانون. يعني هاد السيدة هادي جات للمغرب باش تستريح، تسارى، ترتاح، تشوف مراكش، إذا بها يعني مشات لشي امور اللي هي بعيده عليها. دابا الخوت في نظركم، واش هاد السيده هادشي دارتو بسذاجه منها ولا مدفوعه من شي جهه؟ ما فهمتش انا واحد النقطه. الجزائريين مرحبا بهم في المغرب، غير هو باش تجي للمغرب وتنشر شي حوايج اللي ما كاينينش راه مشكل كبير. هذا راه مشكل كبير. هاد السيده يعني السذاجه ديالها هي في المغرب، صورات مقاطع ونشراتهم وهي مازال في المغرب، حتى شدوها في المطار ديال مراكش المناره قالوا لها اجي، كانت غاديه في رحله مباشره لفرنسا. المهم انا غنحكي لكم التفاصيل بالضبط كيف جات. ابتدائيه مراكش تدين جزائريه بسنه حبسا نافذا بسبب اساءه المغاربه والتشهير بمؤسسه عموميه. يعني راه قالت في التفاصيل كما غادي تشوفوا في هذا المقطع هذا. N'en parlons pas de la police marocaine qui arrête même les filles et qui taxe même les filles pour rien. C'est un truc de fou parce que ça, chez nous, il n'y a pas en fait. Chez nous, t'es une fille, tu vas pas te faire arrêter. Genre, les mecs, on s'en fout en fait. Les mecs, ils payent, on s'en fout. Mais nous, on se fait arrêter parce que on a dépassé la limitation de 5 ou je sais pas. Genre, ils cherchent des trucs pour nous gratter en plus de l'argent, qui nous donnent même pas l'amende. Il les garde dans sa. دابا الخوت بالله عليكم، هاد السيده جايه يعني ضرب سيجور ديالها، ترتاح، ساره، تكتشف المغرب بلد زوين فيه ما يتشاف. حنا كمغاربه وكيعجبنا نكتشفوا ونشوفوا بزاف د المناطق. اذا بها هي تيك توكر مشهوره معروفه كتفيلمي شي امور اللي ماشي هما هادوك وكتطيح الباطله. باش نكونوا واقعيين الخوت، غنقرا عليكم الخبر كما هو ونحلل لكم الامور باش نتوما تفهموا شنو اللي وقع بالضبط داخل المحكمه، لان حنا راه ما كنظلموا حتى شي واحد. القضاء المغربي ما كيظلم حتى شي واحد. غنقرا عليكم بعد الخبر كيفاش جا. ابتدائيه مراكش تدين الجزائريه بسنه حبسا نافذه بسبب الاساءه للمغاربه والتشهير بمؤسسه عموميه. قضت المحكمه الابتدائيه بمدينه مراكش بادانه مواطنه فرنسيه من اصول جزائريه وهي تيك توكر مشهوره تبلغ من العمر 30 سنه بسنه واحده حبسا نافذه. الصيف هذا والصهد والمصيبه الكحله، انت عايشه في فرنسا وكنتي شوف شنو المخططات اللي كانوا عندك، تصدقتي دابا في الحبس. الله ينجينا وينجيكم من الحبس. على خلفيه متابعتها في قضيه تتعلق بنشر محتويات رقميه تضمنت تشهير واساءه للمواطنين المغاربه، فضلا عن القذف واهانه مؤسسه عموميه ينظمها القانون. وتعود تفاصيل القضيه الى قيام المتهمه بنشر مقطع فيديو ومحتويات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تصريحا اعتبرت مسيئة للمغاربة، إلى جانب توجيه اتهامات مباشرة لموظفين عموميين بالارتشاء والمعاملة التفضيلية أثناء قيامهم بمهامهم المرتبط بتطبيق قانون السير. ووفق المعطيات المتوفرة فقد أثارت تلك التصريحات تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تباشر المصالح الأمنية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو ما أسفر عن تحديد هوية المعنية بالأمر وإصدار مذكرة بحث في حقها. يعني القضاء ما كانش عارف حتى واش جزائرية. مهم نزيد نكمل لكم في حقه. وبعد توقيفها بمطار مراكش المنارة تم إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارات البحث تحت قيادة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قبل إحالتها إلى العدالة. يعني هذه السيدة فاش وصلت حدا النيابة العامة اتضح على أن داكشي اللي قالته ما عندهاش دليل عليه بشكل نهائي. يعني غير أجي أفمي ويقول خوت كاين واحد العبرة
مهمه، وهاد العبره يقدروا يستافدوا منها الجزائريين، التوانسه، الليبيين، المصريين. واخا تكون انت من تايوان غادي تستافد من هاد العبره هذه. دائما قبل ما تمشي لواحد البلاد خاصك تكون كتعرف القانون اللي كيأثر داك البلاد، حيت كاين بعض الامور اللي في داك البلاد يعني كاين بعض الامور، حنا ما نهضروش على التقاليد، هو الانسان راه لازم يحترم التقاليد ديال داك البلاد، تقاليد وخاصك تحترمهم. اما الامور القانونيه خاصك تكون حذر لاقصى درجه ممكنه، لانك ممكن تكون غادي لماليزيا تسارى وتصدق انك محكوم ب20 عام ولا ب15 عام، لا قدر الله. دائما كنقول بين قوسين الله ينجينا وينجيكم من الحبس، غير هو الانسان خاصو يرد البال. فما بالك واحد السيده اللي جايه للمغرب، ديجا كاين بزاف ديال المشاكل ديجا عارفينهم، راه جاو للمغرب ممثلين مخرجين جزائريين، جاو للمغرب لاعبين كره جزائريين كيجيو كل عام كيجيو فنانين مع غيرين جزائريين كيعيشوا في المغرب وعارفين امور بحال هذه. عاده تنوضي انت اللي عندك محتوى كتنشريه في التيك توك والفيسبوك والانستغرام واليوتيوب، وتنوضي تهمي مؤسسه عموميه. يعني حنا ندوزو لك اهانه المغاربه الله يسخر لك، لا حنا عارفين باللي انت كتعيشي في الجزائر، الجزائر دوله عظيمه، دوله من العالم الاول، قوه ضاربه، هادشي كله الله يسخر لكم. مع كامل الاحترام لخوتنا الجزائريين المسلمين اللي كيجمعنا بهم اللغه والدين والتاريخ والعرق والثقافه وبزاف ديال الامور، كامل الاحترام. حنا غير كنقولوا الهضره اللي كتداول في مواقع التواصل، هادشي كله نخليوه بين قوسين. يعني انت جيتي وضربتي في المغاربه، حنا ما نقدروش نضربوا في الجزائريين وحنا في الجزائر، ضربتي في المغاربه وانت في المغرب، زائد مؤسسه هذه ماشي سذاجه، هذه مكلخه. يعني هاد السيده مكلخه قمه الكلاخ وقمه السذاجه، قمه الكلاخ وقمه السذاجه انك ديري فعله بحال هذه. كونوا واقعيين، كتضربي في مؤسسه عموميه اللي معروفه في جميع دول العالم، خاصك تحترميها، جيتي كتضربي فيها وبواحد الطريقه اللي خايبه بزاف، او كتهميها بشي امور اللي العالم كامل تيجي للمغرب وعارف الحقيقه ديال المغرب. كيجيو من جميع الاجناس، كيجيو للمغرب عارفين الحقيقه ديال المغرب، عارفين، وحنا كاملين عارفين شنو كيوقع في العالم كامل. ما فهمتش انا هاد السيده، انا تيبان ليا كانت مدفوعه، هاد السيده كيبان ليا ما عرفتش، شي واحد قال لها لا قلتي هاد الهضره غادي نخلصك، والله ما نعرف، حنا ما نتهموا حتى واحد. فنسال الله السلامه والعافيه، الله ينجينا وينجيكم، انسان يرد البال ديال الاحتياطات ديالهم. ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق واش نتوما يعني مع هذا الحكم او ضده، سواء كنتي مغربي او جزائري او تونس او من اي بلد، كتب لي واش مع او ضد هذا الحكم. شكرا لكم، سلام عليكم.